العيد ما بيتعجنش، بتلمي العجينه بالراحه كده، وش يا وش كده بالراحه بصوابع ايديك، ما تنزليش تعجني فيها، في حاجات ما يتعجنش فيها عشان ما يعملش معاكي عرق وتبوظيه. بتحطي العجينه في كيس ابيض، في كيس بقى بتاع الحلواني اذا كان متوفر عندك من البلاستيك دون، او كيس القماش. وطبعا بتركبي اللي هو البلبله بتاعه البوتفور، هي بلبله صغيره، انا كنت موريها لك في الفيديو بس الجزء ده اتحذف مني غصب عني معلش. وبتبداي ترصيه كده وتعمليه وردات صغيره بين واحده والتانيه، تسيبي مسافه. والصواني اللي انت بتعملي فيها ما بتدينيهاش ولا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه خالص. اهو بتبداي كده وانت قاعده كده بمزاج رايق كده بتشكلي الحاجه بتاعتك. انا عامله معاكي ان شاء الله السنه دي البوتفور والبسكوت، وهعمل معاكي المحوجه، وهعمل معاكي بسكوت بالشوكولاته حلو جدا وبيضه واحده واقتصادي وفي منتهى الجمال. تابعيني ان شاء الله، كل يوم هنزل لك فيديو باذن الله تعالى. انا هنا خلاص دخلته على فرن سخن، بيبقى درجه حرارته 180 على الرف الاوسط. بتولعي عليه الشوايه من تحت، بيحمر كده وبياخد لون. لازم تحمريه كويس من تحت عشان يبقى مقرمش معاك وحلو، ما يبقاش طري. طبعا لو ما احمرش من فوق من صهد الفرن، انت بتولعي عليه الشوايه من فوق. في ناس بتحب تطلعه ابيض، في ناس بتحب تصفره، في ناس بتحب تحمره، على حسب ما انت عايزه. بس اهم حاجه تسويته من تحت. شايفه الورده بتاعته، النقشه بتاعته ولا راحت ولا فرشت خالص، والنقشه زي ما هي حلو جدا. وطلع حلو، بيرمي معاكي كميه حلوه قوي. طبعا الكميه كانت اكتر من كده، بس بصراحه عشان احنا مشتاقين للحاجات دي وريحته كانت حلوه، احنا اكلنا منه كتير قوي. تعالي هنا بقى الخطوه المهمه، لما تيجي تزينيه لازم تفرشي كيس ابيض من بتاع التلاجة على الصينيه اللي انت هتزيني فيه. لو انت ما فرشتيش الكيس الابيض بتاع التلاجة دي من بعد ما تزينيه بالشوكولاته، الشوكولاته هتلزق معاكي في قلب الصينيه، وهتيجي هتيجي تطلعيه، هتلاقي البوتفورايه كسرت منك والشوكولاته لزقت معاكي في قلب الصينيه، ولا هتطول الشوكولاته ولا هتطول البوتفور. خلي بالك، اللهم بلغت، انا قلت لكم اهون. لازم تفرشي كيس ابيض من بتاع التلاجة على الصينيه اللي انت هتزيني بيها بعد ما تغمسيه بالشوكولاته، عشان الشوكولاته هقول تاني ما تلزقش معاكي في الصينيه، وتيجي تشيلي البوتفورايه تلاقي البوتفورايه اتكسرت منك والشوكولاته في قلب الصينيه. حاجات بسيطه بس بتفرق في عمايل الحاجه. انا هنا كان معايا هنا شوكولاته بيضه وشوكولاته بني، سيحتها على حمام بخار من الميه، وضفت ليهم كل واحده معلقه كبيره من الزيت. معايا في الكيس اللي انا بنزل دون مربى مشمش، ببدا ازين بيه، بتبقى طعمها حلو قوي في البوتفور. طب انت لو انت ما انتيش متوفر عندك مربى مشمش هتعملي ايه؟ بتزيني بيه عادي خالص من الشوكولاته اللي انت مسيحه، بتجيبي بالمعلقه كده صغيره وبتقومي حاطه مكان المربى شويه شوكولاته، وبتبداي تلزقي بيه، بيبقى مقرمش وطعمه حلو جدا برده. شايفه شكله حلو ازاي وجميل ازاي، وريحته كانت حلوه وطعمه كان جميل وكان مظبوط، والحمد لله النقشه ما راحتش منه وما فرشش مني معايا خالص، وكانت عمايله سهله وبسيطه جدا. على فكره كيلو دي بيرمي معاكي كميه حلوه اكتر من انت ما تشتريه من بره. يلا قومي كده شجعي وقومي اعملي حاجه حلوه في بيتك ووفري. اي نعم هي ما عادش فيه توفير قوي، بس برضك لو جيتي تحسبيها بتوفر في الكميه وبترمي معاكي.